لمجرد ما تشوفه ملفوف قدامك وعامل كده فهتقول ده صعب ومعقد ومش هعرف اعمله وكلام من ده، فانا هشتريه احسن. لا يا صاحبي، انا بقول لك تعال. وجودي هنا يا صاحبي مش من فراغ، وجودي هنا عشان خاطر اخليك تعمل كل حاجه وبابسط طريقه وبمكونات بسيطه جدا. فعشان ما اطولش عليك يا صديقي، فاللي قدامك ده كرواسون، والكرواسون ده من المخبوزات او المعجنات، وعامه اول ناس عملوا الكرواسون او اشهر ناس بيعملوا الكرواسون هم الفرنسيين. مش موضوع الفيديو عشان ما نخرجش بره موضوع الفيديو، فيا صاحبي انا جايب لك ابسط طريقة ممكن تعمل بيها العظمة اللي قدامك دي، وبكيلو دقيق واحد بس هتعمل 30 واحدة تقريبا. وكالعادة لو اول مرة بتتفرج عليا، فانا اسمي محمد الشواتفي. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا اشتراك في القناة ولايك وشير، وتتمنى لنا من قلبك الخير. وما تنساش تدعي لاخواتنا بالرحمة شهداء سوريا وتركيا. بس قبل ما نبدأ الطريقة، صلى على النبي وتعالى اقول لك ازاي. ودي طبعا لفة الشيفات الكبيرة ملناش دعوة بيها. في البداية كده هنقول بسم الله، وننزل بكوبايتين من الحليب ويكون دافي، ولو مش موجود حليب هننزل بكوبايتين من المية الدافية، عليهم معلقتين كبار من اللبن البودر. بعد كده هننزل عليهم بمعلقة ونص من الخميرة الفورية، عشان بعد كده هتكون مجهز 3 معالق كبار من السكر وتنزل بيهم، وعليهم ربع معلقة كبير ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر مليانة، تكون مجهز معلقتين كبار من الخل. وفي الوصفة دي الخل مهم جدا جدا. نص كوباية من الزيت وتنزل بيها، وتجيب المضرب بتاعك وتضربهم كويس جدا جدا. هتبدأ كده تجيب كوبايتين من الدقيق تدريجي وتنزل بيهم على الخليط واحدة واحدة، وتجيب المضرب وتضرب كويس جدا جدا. وطول ما انا بضرب كده، ربنا يبارك لي في امي ست الكل كانت بتساعدني طبعا، بتحط لي الدقيق كده وانا بنخل بايد، والايد التانية على طول ما توقفهاش، افضل اضرب. واول ما تحس ان العجينة خلاص بدأت تنشف معاك او بدأ المضرب مش ماشي فيها خلاص، هتبدأ تركن المضرب على جنب وتنفضه كده وتشمر ايدك يا صاحبي، عشان هنا استعنا على الشقة بالله. هتنزل فيها عجن كده ومش هتبطل. تقريبا هي اخدت مني انا 11 دقيقة. المهم طول ما هي محتاجة دقيق حط لها. هي خدت مني بالظبط 5 كوبايات من الدقيق بمقدار 1 كيلو بالظبط. وطول ما انت بتعجن كده يا صديقي، مش عايزك تزهق ولا تمل ولا تنسى القاعدة الأساسية بتاعتنا، وهي إن مفيش عجينة مرضية ولا نتيجتها حلوة إلا بالعجن الكتير. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. ودي كانت شكلها بعد ما عجنتها شوية حلوين. اعتقد ان النتيجة مرضية بالنسبة لي انا، وانت برضو لو عجنتها كويس هتبقى النتيجة مرضية بالنسبة لك. المهم هتعملها بالشكل ده لتحت كده، واهم حاجة وانت بتعملها لتحت كده يكون ايدك عليها زبدة او زيت. وبعد ما تخلص تكون مجهز اي حاجة واسعة، وهنقول هنسيبها تخمر ساعة بالظبط. وده كان شكلها بعد ما تضاعف حجمها، وهو ده المطلوب إثباته يا صديقي. هتبدأ تنزل بيها كده وتبدأ تبططها بإيدك الأول واحدة واحدة. أعتقد إن جمال العجينة انتوا شايفينه بعينيكوا زي ما كنت أنا حاسس بيه بالظبط تحت إيدي. المهم هتبدأ تفردها كده على شكل دايرة، وأول ما تحس إن هي بدأت تتفرد هتجيب النشابة كده يا صديقي وتبدأ تمشيها عليها، بحيث إنك تخلي السمك بتاعها رفيع شوية. انا بعتذر بس ان الكادر كله مش جاي في الكاميرا، وان انا كنت بحاول احنتف فيها كده واخليها كلها على شكل دايرة عشان خاطر يكون الشكل حلو شوية او يكون احلى حاجة يعني. المهم بعد شوية محاولات يعني قررت ان انا هقطعها كده على شكل دايرة زي كده بالظبط، وهعلم 4 علامات عشان خاطر اقسمها نصين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وال4 مثلثات دول كل مثلث فيهم هيتقسم ل4. هتبدأ تحط نقطة كده مكان كل مثلث انت هتقطعه، وتجيب السكينة كده بالراحة من فوق، تجيبها من فوق لتحت مش من تحت لفوق، وتبدأ تنزل بيها كده بالراحة. ويا ريت لو انت عندك اللي هي القطاعة بتاعة العجين، هتسهل عليك كتير اعتقد. بس عشان خاطر اكيد في ناس مش موجودة عندهم او مش متوفرة عندهم، فانا قلت هشوف اسهل طريقة ممكن نقطع بيها العجينة. انا ما لقيتش اسهل من دي، جبت سكينة وبدأت زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. واعتقد ان النتيجة هتكون حلوة ورايقة. المهم وانت بتقطع كده خلي بالك وحاول تطلعهم كلهم متساويين قد بعض. انت اصلا كده كده لو عجنت العجينة كويس زي ما انا قلت لك هتتقطع معاك بسهولة جدا، وده هتحس بيه مع اول مرة هتجرب بيها الطريقة دي. انا بس قلت اقطع دي قدامكم عشان خاطر لو في حد ما يعرفش هكمل انا بقى ال3 حتت اللي فاضلين، وده عشان خاطر وقت الفيديو بس. بعد ما قطعتها كده جبت شوية شوكولاتة وسيحتهم، أي نوع شوكولاتة مش نوع معين.
بس أنا هنا كان في خطوة لازم أعملها بعد ما قطّعت العجينة كلّها، وهي إن أنا أدهنها بزبدة كويس جدًا، جدًا. وأكيد هتقول لي ندهنها بزبدة كويس جدًا ليه دلوقتي يا صديقي؟ الخطوة دي هي اللي بتخلّيها تورّق وتكون أحسن من اللي بيعملوها الفرنسيين كمان يا صاحبي. المهم يا صديقي هترص كمية الشوكولاتة كده على الطرف من برّه بالطريقة دي، وهنا بقى يا صديقي عايزك بالهداوة وبالراحة كده تبدأ تلفّها من برّه لجوّه وما تضغطش على العجينة. وخلّي بالك عشان خاطر التريكات دي بتفرق جدًا، جدًا. بعد ما لفيتها كده هابدأ أقفل عليها كويس من كل الجناب عشان خاطر الشوكولاتة ما تطلعش منها. ودي كانت أول واحدة معايا، ما تستصغرش الحجم، هي لسه بتكبر في سواء في الفرن أو قبل ما تدخل الفرن وهي بتخمر. بعد ما عملتها كده هتكون مجهّز أي صينية عندك وتكون حاطط فيها زيت أو زبدة المتوفر، وتبدأ كده تدهنها كويس وتوزّع الزبدة فيها كلّها. أو الزيت اللي هتحطه أيًا يكن المتوفر، إحنا كده بنشتغل بأي حاجة، المهم أنا كنت مستخدم هنا زيت. بعد ما وزعت الزيت كويس واتأكدت إن هو خلاص بقى موجود فيها كلها، هابدأ كده يا صديقي أرص الكرواسون أول بأول، بس ملحوظة بس بسيطة، حاول توسع ما بينهم ما تضيقش أو ما تغلطش غلطتي، عشان خاطر هو أول ما بيخمر وبيكبر فبينفش فبالتالي بيلزق في بعضه. فدي هنحطها تحت بند ما تغلطش غلطتي، وعشان خاطر أنا عايزك تطلع الحاجة أحسن ما أنا بطلعها كمان، فخد بالك من التريكات والتفاصيل البسيطة دي بتفرق جدا جدا. ودي كانت تاني واحدة أنا عملتها، إيدي راحت على الصينية وبعدين الحاجة قالت لي خد هوب أنت رايح فين ده مش عارف فيها إيه، المهم عدلتها وودتها تاني، والله أنا ما عارف من غيرها كنت هعمل إيه. المهم يا صاحبي هاخلّص الكمية كلّها على نفس النمط ده كده وارصهم في الصينية، ودي باقي العجينة اللي أنا كنت مطلّعها من اللي فاتت أو من الدايرة اللي فاتت كده لمّا أنا قصّيت لو أنت فاكر، اوعى تفكّر إن أنا هارميها لأ، جبتها كده وفردتها واديتها دهنة زبدة كويسة. وأنا هنا بس كنت حابب أشكر رودس على الطعم الجامد ده لإني باحبه جدًا. جيت هنا بعد ما قطّعتها كده بنفس الطريقة اللي قبل كده، قُلت بدل ما يبقى كلّه شوكولاتة فأنا هانوّع وهاعمل واحدة جبنة وواحدة شوكولاتة، وبس يا صديقي وده كان شكل الكمية كلّها بعد ما خلّصتها، اللي بالجبنة مش الكمية كلّها، كلّها. عشان بعد كده هتجيب معلقة زبدة سايحة عليها معلقة سكر صغيّرة عليها معلقة لبن، عشان تدهنها بيها كويس وتكون مجهّز الفرن على درجة حرارة 250 أو أعلى درجة حرارة، وتكون مسخّنه قبليها ب10 دقايق مثلًا بعد ما تدهنها كويس. وما تنساش إنك بعد ما لفيتها هتسيبها تخمر نُص ساعة مش أقل من نُص، وده كان شكلها بعد بالضبط 5 دقايق أو 6 دقايق وهي في الفرن، هتطلّعها كده تاني وتبدأ تدّيها كمان دهنة كده وترجّعها الفرن تاني 5 دقايق. بُص يا صاحبي بقى على الحركات وعلى الجمال وعلى العظمة، ده كان شكلها بعد تقريبًا 12 دقيقة. أنا عايز أقول لك إن الشكل حكاية وهشة كده وطرية وتحس كده إنك عايز أيوه، هو ده اللي جه في دماغك، افتح بُقّك يا عم ودوق وقُل لنا الطعم بيقول إيه، ونقول بسم الله. والله يا صاحبي هي عظيمة وكل حاجة، بس أنا هاسيب لكم أنتم الحكم عليها هل هي حلوة ولو أنت وصلت معايا لحد هنا فكنت عايز أقول لك خُد قلبي يا عم.